بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. درجنا في هذا البرنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة أن نبدأ دوما بهذه الآية الكريمة. بما أننا في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن وشهر الصيام والقيام، ارتأيت وبحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون ضيفنا وضيفكم في رحاب هذا الشهر المبارك فضيلة البروفيسور دكتور جلال الدين محمد صالح، وهو رجل معروف، وهو رجل نحب فيه عقله ونحترم فيه توجهاته. دكتور بروف جلال، أهلا ومرحبا بك في بيتكم وبيتنا وبيت كل المسلمين وبيت كل الذين يحبون هذه اللغة العربية. عاد الله علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. تفضل بروف جلال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه أما وسلم. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكرا لك الأستاذ أحمد شريف، الإعلامي المعروف بين الإريتريين وغير الإريتريين بنشاطاته الإعلامية. مرحبا بك في هذا اللقاء، ويسرني جدا في هذه المناسبة الإسلامية السنوية التي يطل فيها علينا هلال رمضان، يهل علينا هلال رمضان ويجمعنا أن نلتقي معا في هذا اللقاء المبارك. وأشكرك، وعبرك أشكر كل الإخوة المتابعين. بارك الله فيك دكتور. والحق يقال عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا اتصلت على الدكتور قبل يومين تقريبا، والبروف معروف بمشغولياته، ورجل أكاديمي ورجل مجاهد ورجل يعني يعمل في الدعوة وفي مختلف المجالات، فلبى الدعوة مشكورا. وإن دل ذلك إنما يدل على فهمه لرسالته كرجل داعية ورجل أكاديمي، وفي نفس الوقت برضه هو رجل إعلامي نتعلم منه الكثير. والحديث مع البروف جلال لا يمل، بل هو مفيد دوما. وأنا أشكرك باسم كل المشاهدين أن لبيت الدعوة في وقت يعني كان قصير جدا، ولكن دوما يعني الواحد عندما يطرق بابه يعني يتوقع أن دعوته مستجابة. بروفيسور جلال، أنت أكثر من كتب عن الرمضان في الوسط الإريتري كما أزعم يعني، ولأنك تحدثت عن رمضان في كرن وغيرها، وما أن يطل رمضان ولا عندك إطلالاتك كده. دكتور بروفيسور جلال، أنت ورمضان، قبل أن ندخل إلى لب الموضوع، عندما نقول بروفيسور جلال وعلاقته بالرمضان هي علاقة مباشرة، فلو عملنا عنوان بروفيسور جلال والرمضان، فكيف تضع لنا سطور وعناوين بارزة؟ رمضان شهر الله الكريم، وهذا الشهر عند المسلمين له قيمة عليا وعظيمة، وكل مسلم له علاقة خاصة بهذا الشهر. وفي هذا الإطار والمفهوم الرباني لشهر رمضان تأتي علاقة جلال الدين محمد صالح. هذه العلاقة بالدرجة الأولى والأساسية هي علاقة إيمانية، لأن رمضان هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، نعم. الذي لا يتحقق إيمان المسلم وإسلام المسلم إلا بالإيمان بهذا الشهر الكريم فريضة من الله. نعم. ولهذا جاء في الحديث النبوي عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. وأسند ركبتيه إلى ركبتيه،
يعني أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى صلى الله. الله عليه وسلم، وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وميعاد الساعة. فقال له: أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن وتصوم رمضان. فلما انصرف جبريل وكان الصحابة يتعجبون من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم تصديقه له، فقالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. لما ذهب قال لهم رسول الله: صلى الله. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. السلام. إذن العلاقة هي علاقة تدينية، وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الفرد المسلم ورمضان هذا الشهر الكريم، علاقة تدين وإيمان فيها يشعر المسلم بأنه يؤدي واجبا دينيا يتعبد به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي علاقتي بشهر رمضان الكريم، كما هي علاقة كل مسلم في هذه الدنيا. بارك الله فيك بروفيسور جلال. طيب، خلينا ناخذ ملمح من الرمضان في مدينة كرن في جيلكم. فبروف جلال، كده يعني ذكرياتك عن رمضان في مدينة كرن. نعم، مدينة كرن هذه المدينة الجميلة التي تجمع عددا من السكان من مختلف القبائل الإريترية والمعتقدات الإريترية، تعيش رمضان بخصائص ربما انفردت في بعض منها، وربما شاركتها مدن أخرى من المدن الإريترية. وأظن أن غالب المدن الإريترية تتوافق فيما بينها في استقبال شهر رمضان والتلذذ بهذا الشهر الكريم تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. تظل المدينة تتابع شهر رمضان من أواخر شهر شعبان، ويتساءل الناس في الطرقات أن شهر رمضان سيأتي في 29 أم سيكمل الشهر. ولذا يقولون بالتجري توسعة. لشهر قلت توسعته ما قل أكملته، يقول بالتجري. يا سلام. يعني هل حيتوسع بمعنى حيكون 29 ولا حيكون 30؟ والناس في جلساتهم تلحظهم يقولون. هي لغة عربية فصيحة بروف. نعم لا شك. وسعتم ولا قل أكملته؟ أيوة هي التجرة طبعا سنتحدث فيها لغة أجعزية حميرية في أصلها، ربما تناولناها لاحقا إن شاء الله. تسعة بمعنى أصبح 29، وأكمل بمعنى أصبح 30. فالناس تجدهم في الطرقات وفي أبواب المساجد وفي المتاجر يتحدثون عن نهاية شعبان. أولا هيكون وهيكون 29 يوما أم سيكون 30 يوم. نعم. والمدينة تستعد لاستقبال هذا الشهر. فقبل يومين من إعلان حلول شهر رمضان الكريم وإضاءة منارة جامع كرن العتيق، نعم. ليعلن أن غدا أول يوم من رمضان،
قبله بيومين تجد الشوارع هنالك باعة المشبك وباعة التمر وما يحتاجه الصائم في إفطاره، تكون قد حجزت أماكنها في السوق. نعم. وكان وقتها بالقرب من سوق الخضار. سوق الخضار اللي هو حاليا، وقبل ذلك كان هذا السوق سوق فريش أكل، كانوا يسمونه سوق فريش أكل. بالبلاد. وفريش أكل كلمة عربية ولكنها على نطق حميري، فريش أكل. فيحجزون أماكنهم هنا ويستعدون لهذا اليوم. وكل واحد يعرف مكانه، صاحب التمر، صاحب السمبوسة، صاحب المشبك، صاحب اللقيمات، كل يحجز مكانه ويستعد لهذا اليوم لحلول شهر رمضان المبارك. في ليلة 29 من شهر شعبان، وهو يوم الشك، الناس يترقبون إعلان هلال رمضان أم إكمال 30 يوما من شعبان، أخذا بالحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. فتظل المدينة منتظرة. من أين يأتي الخبر وإلى من يأتي؟ يأتي الخبر من دار الإفتاء الإريترية في أسمرة، وكان وقتها المفتي إبراهيم مختار رحمة الله نعم. عليه الله في عليه. الستينات وإلى أن توفي. فالمدينة تنتظر أن تأتي إشارة من أسمرة من دار الإفتاء إلى أن غدا أول يوم من رمضان، فتأتي إلى قاضي مدينة كرم. الخبر يأتي إلى قاضي مدينة كرم، والقاضي يعلن أن غدا هو أول يوم من رمضان إذا كان الشهر 29 يوما. أما إذا كان 30 يوما فينتظرون إلى أن يكمل، ولا داعي أن يكون ذاك الاستغفار والاستعداد لسماع كلمة المفتي من أسمر. فأول ما يصل ويكون الإعلان تقريبا في المغرب. نعم. الناس يصلون المغرب وهم على يقين بأن غدا رمضان، وتضيء منارة جامع كرم. وعند ذلك المدينة تعلم من هذه الإضاءة، من هذه الإشارة، وهي عبارة عن حلقة مستديرة حول المنارة من الأضواء تضيء، ويضيء معها هلال رمضان، والناس يقولون مرحبا مرحبا بهلال رمضان. الأطفال يفرحون وكنا صغارا نفرح ونقول رمضان رمضان والشريف، رمضان والشريف اكلته من عيش شريف أو كذا من هذا يعني. أزيد. نعم. أهازيج كنا نعملها ونستقبل، والأولاد يفرحون، وتلحظ ذلك في هضاب المدينة المرتفعة والأحياء المرتفعة. الأطفال يقولون رمضان والشريف اكلته عيش شريف، رمضان والشريف اكلته عيش شريف. هذه الكلمة هي كلمة بلغة حميرية، لكن لو حللناها فهي رمضان ود شريف، ود بمعنى ولد نعم. الشريف. نعم. رمضان ود شريف، فأدغموا اللام في الدال فأصبحت ود شريف. وهنا التجربة تختلف عن الشنقيطية الحسانية الموريتانية الذين يقولون ولد محمد. التجربة ما يقولون ولد محمد، يقولون ود محمد، يدغمون اللام في الدال. رمضان ود شريف يعني ابن الشريف، اكلته عيش شريف.
أكلة هي أكلته، نعم. والأكلة هي الأكلة هي أكلة. أكلت تؤتي أكلها كل حين حين بإذن بإذن ربها. ربنا. فأكلة عيش شريف. عيش شريف لو حذفت، لو فككت عيش وشريف تكون عيش شريف. فهو رمضان في أصله نابع من الشرف، وما يقتات فيه وما يؤكل فيه من الأكلات في هذه الأمسية للسحور هي أيضا من عيش شريف، بمعنى لا تأتي من حرام وإنما تأتي من حلال. فهذه من نعم. الأهازيج التي كنا نقولها ونحن أطفال. وهكذا تكون المدينة على يقين بأن غدا هلال رمضان، وأن غدا أول يوم من رمضان، وقد أهل هلال رمضان. نعم. وتكون ربة البيت تستعد للسحور، وكانت قد أعدت حاجاتها من قبل توقعا لحلول هذا اليوم في 29 أو في 30. البيت مهيأ، وأمهاتنا رحم الله أمهاتنا جميعا. يقمن في الليل في الثلث الأخير من الليل ليعملن السحور اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ولا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور. والسحور المتعارف عليه في مدينة كرن، وأظن أيضا في المدن الأخرى، هي الإكلة التي تعصدها ربة البيت وتضعها في القصعة التي تعرف بالطيشو، وهي من آلة، وهي أداة خشبية، أو في صحن من الألمنيوم، أو في أي إناء متوفر، وتملأها تسبح. باللبن وتضع فيها السمن، وتضعها بين الزوج وأبنائه الذين يحرصونهم أيضا أن يشاركوا أباهم وأسرتهم هذا الإفطار، فيأكلون معا ويشبعون. وما أحلى تلك القصعة، وما أحلى تلك الأكلة وأنت تأكلها وتمد يدك إليها، تشعر بنوع من التقوى ونوع من الفرح والسرور، لأنك غدا على موعد مع أول يوم مع ضيف سنوي يأتي في العام مرة، شهر رمضان المبارك. وهكذا أول نعم. استقبال يحدث لهذا اليوم. ثم بعد ذلك تكون أمور أخرى في الإفطار وفي العادات، عادات البلد، ربما تطرقنا إليها. هذا مشهد، تصوير بديع دكتور بروف. معلش، التصوير. وأنا لما قلت رجل إعلامي ورجل وصاف، أنت بروف، يعني جزاك الله خير. خليتنا في مشهد حقيقة. يعني أنا عايشت هذه المشاهد وكأني يعني أعيش تلك المشاهد. وزي ما قلت دكتور بروف، لا تختلف المشاهد عن مدينة كرم في المدن الأخرى، سواء كان فيها وردات، في أسمرة وما إلى ذلك. فأرجعتنا خير رجعة إلى أيام خلت وأيام كانت جميلة وبكل تداعياتها. وأنا تخيلت المشهد ونقلتنا بطريقتك الجميلة المبدعة في الوصف ووضعتنا في كاميرا ديجيتال، يعني أرجعتنا إلى الزمن الجميل. وبارك الله فيك بروفيسور جلال. الآن شكرا دخلنا لك. هذا الرحاب، هذا الشهر الإيماني، الشهر الرحماني الرباني العظيم، وهو شهر القرآن. وأكاد أقول إنه الناس في شهر رمضان في عموم إريتريا يعني يتفصحون حتى في لغته. يكاد إنه 90% من الحديث الذي يتحدثون به كله كلام فصيح، ابتداء من التهاليل
والتكبيرات والأدعية وقراءة القرآن والصلوات وهكذا، فيعيشون هذا الشهر القرآني بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ليتك بروف دخلت لنا في يعني علاقة المسلم المؤمن الإريتري بالقرآن الكريم في هذا الشهر وحلقات الذكر، ولا ننسى حلقات الذكر. لا، أينما تحلق المسلمون في المساجد وفي الزوايا كذلك يتحلقون وحولهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة حتى لو ترجمت، ولكنهم يستمعون إليها استماعا كما نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما رواها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فشهر القرآن هو شهر رمضان، يعني وشهر القرآن وشهر اللغة العربية الفصيحة. ليتك حدثنا في هذه الناحية بروف جلال، مع الشكر الجزيل. طبعا تعرف السيد أحمد أن القرآن نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم. وهذا القرآن نزل بلغة عربية، ولذا لا غرابة أن يرتبط المسلمون على مستوى العالم والمسلمون على مستوى إريتريا باللغة العربية، لأن اللغة العربية تصلهم بالقرآن. نعم. ويصلهم القرآن بمختلف جوانب الحياة، يحكمونه فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به ويسلموا تسليما. هذا هو طبع المسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن في علاقته بالقرآن. هذا القرآن درج الإريتريون أن يحفظوه في ألواحهم وأن يبدأوا به حياتهم التعليمية وهم صغار، إذ ترى الخلاوة القرآنية في كل حي من أحياء مدنهم، ليس خلوة واحدة فقط يتكدسون فيها، وإنما أكثر من خلوة قرآنية في مدينة يؤمها أطفال المسلمين. نعم. كلما اجتمع المسلمون في قرية، في مدينة، في حي، إلا وجعلوا خلوة قرآنية يتلون فيها كتاب الله خلال السنة كلها. نعم. يقعد عليها شيخ مفرغ لهذه المهمة، يعلم أبناء المسلمين تلاوة القرآن ويحفظهم إياه ويعلمهم تجويد القرآن. إذن هنالك مجموعة كبيرة من الأبناء قرأت القرآن، وكثير من الآباء أيضا مروا بهذه المرحلة من حياتهم. نعم. فيعرفون كيف يقرؤون القرآن. ومن الآباء من رحل إلى الخلاوة القرآنية بالسودان ليحفظ هناك وليتعلم هناك القرآن، بحكم أن السودان وإريتريا يرتبطان ثقافيا وتاريخيا وجغرافيا واقتصاديا، بينهما ارتباط قوي جدا. فالآباء كانوا يذهبون إلى هنالك ويقرؤون في الخلاوة القرآنية. إذن عندما يحل هلال رمضان تجد حلقات الذكر وحلقات التلاوة عامرة في الأحياء وفي المساجد وفي البيوت. والآن أصبحت مدينة كرن تخرج حفاظا، وقد شاهدت مقاطع في اليوتيوب حفاظا من أبناء مدينة كرن يتسابقون في جامع كرن
وتقدم إليهم الجوائز. وعلمت شيئا لم يكن من قبل، وهو أن هؤلاء الحفاظ يتوزعون في مساجد مدينة كرن ليؤموا الناس في صلاة التراويح، فيسمعون القرآن ويعيش القرآن في وجدانهم وفي قلوبهم وفي عقولهم، يسمعونه في كل ناحية من مدينتهم. هذا هو المجتمع المسلم في علاقته بالقرآن. وآخرون لا يحسنون قراءة القرآن، ولكنهم يجتهدون في حسن تعلمه وتجويده ويتعتعون في قراءته. وهؤلاء كما جاء في الحديث الشريف لهم أجر التلاوة وأجر التعتعة لما يجدونه من مشقة وصعوبة ومغالبة للسانهم حتى يعتدل في قراءة القرآن قراءة صحيحة سليمة. لهم الأجر في ذلك وليس عليهم إثم، حتى لو أخطأوا فإنهم إنما يريدون أن يتعلموا. وما اجتمع قوم على كتاب الله يتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، فهم مجلس تحفه الملائكة. هكذا تجد في مدينة كرن، وربما تجد ذلك في مدن أخرى من المدن الإريترية. درجة المدينة أن يكون هنالك درس بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر في جامع كرن الشيخ أو العالم الذي اعتاد أن يقدم هذا الدرس يقدم درسه والناس يستمعون إليه. وأذكر من هؤلاء المشايخ الذين كانوا يقومون بالدرس القاضي عمار رحمة الله عليه، والشيخ محمد صالح إزماتي رحمة الله عليه، والشيخ حاج حامد رحمة الله عليه، والقاضي محمد إدريس عثمان رحمة الله عليه، والقاضي إدريساي رحمة الله عليه، ومن قبلهم القاضي موسى آدم عمران رحمة الله عليه. كل هؤلاء كانوا يقومون في المسجد ويؤدون الدرس. وكان أيضا شيخا أمحراويا درس في معهد الدين الإسلامي بكرن، الشيخ داود رحمة الله عليه، كان بليغا عارفا باللغة العربية ونحوها وقواعدها، وكان يشرح لنا الآجرومية في القواعد، ويبدأها بالإعراب من أولها: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. يبدأ بإعراب هذه الجملة ويبدأ من قوله بسم الله الرحمن الرحيم، باء حرف جر واسم مجرور بالباء، وهكذا. هذا الشيخ العظيم رحمة الله عليه، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، من مشائخنا الذين درسونا في معهد الدين الإسلامي بكرن، وكان له درس في جامع كرن. هكذا تكون المدينة حافلة بنشاطات علمية الآن ازدادت أكثر وتوسعت أكثر. ما شاء الله، جميل جدا شيخنا بروف جلال. هل كان لوالدكم كذلك شيء من ذلك بروف جلال؟ والدي لم يكن له درس في الجامع، ولكن والدي رحمة الله عليه قام بإنشاء مؤسسة تعليمية واعتنى بالقرآن عندما أسس خلوة قرآنية سماها دار الإرشاد، وأتى إليها بطلاب من أبناء الكنامة البازة والبارية من شنبقو ومن مدنهم، أتى بهم إلى مدينة كرن وبنى لهم هذه الخلوة القرآنية، ومن خلالها تعلموا القرآن، وأقعد لهم معلما قرآنيا ينفق عليه من أجل أن يعلمهم. ثم بعد ذلك بعدما تخرجوا
من هذه الخلوة دخلوا المعهد الديني الإسلامي بكرن، ثم ساءت الظروف السياسية فعادوا إلى أوطانهم في الستينيات، حيث أخذت الثورة تنفذ أعمالا فدائية في داخل مدينة كرن، واضطرب الأمن. وهؤلاء الطلاب كانوا موزعين على العوائل الكرنية. العوائل الكرنية هي التي كانت تؤويهم وتصرف عليهم. كل طالب يسكن مع أسرة كرنية ثم يذهب إلى الخلوة أو يدرس في معهد الدين الإسلامي بكر. ولما ساءت الأوضاع عادوا إلى أوطانهم، إلى مدنهم، إلى حيث كانوا، وقد تلقوا العلم وقد تلقوا القرآن وأحسنوا قراءته. ثم أسس والدي رحمة الله عليه مؤسسة التعليم الإسلامي، اللي هي مؤسسة أصحاب اليمين التعليمية، وأنشأ معهد أمهات المؤمنين للبنات في حي عبد حباب. ثم أنشأ معهد دار السلام لأصحاب اليمين في حي شفيفيت. والمعاهد هذه اشتغلت وتخرجنا منها نحن، وتخرج منها آخرون، وتخرج منها أناس حققوا إنجازا علميا على مستوى الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف الفنون والتخصصات، وأوفدت طلابا إلى جامعة الملك سعود وإلى الجامعة الإسلامية وإلى ما تيسر من الجامعات في السودان وفي غيرها. والحمد لله آتت أكلها وأنجزت ما كانت تصبو إليه وتعمل له. ولكن الآن للأسف الدولة صادرت المؤسسات التعليمية الإسلامية وجعلتها تحت إشرافها وجردتها عن رسالتها الإسلامية من بعد أن فرضت عليها مناهجها التعليمية وأجبرتها على أن لا يكون للتعليم الإسلامي وجود في هذه المؤسسات أبدا. وهكذا انحرف بها النظام عن مسارها الطبيعي الذي من أجله وجدت وأنشئت. وعلى الرغم من أنه المستعمر لم يمس تلك المعاهد، كل التاريخ الذي ذكرته فضيلة البروف جلال الدين محمد صالح ورحمة الله على والدك المجاهد العالم، المستعمر لم يمس تلك المعاهد على غرار ما كانت عليه المعاهد الدينية سواء في أغردات أو في أسمرة وغيرها. ولكن لا يزال الإسلام على أشده والحمد لله. بروف جلال، نأتي إلى يعني ميزة في هذا الشهر القرآني، الشهر الفضيل، وهي ميزة صلاة التراويح. وصلاة التراويح من كلمتها هي ترويح للنفس. نعم. وطبعا يعني للعلماء يعني أحاديث كثيرة، فأرجعنا إلى الأصل التراويح. وكذلك علم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاها، ثم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أصبحت كأنها سنة إسلامية، والناس يدرجون عليها حتى اليوم بمختلف الركعات وما إلى ذلك. فادينا خلفية كده خدت المشاهد الكريم. التراويح هي من الصلوات المسنونة، نعم، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والمفروض من الصلوات في الإسلام هي 5 فرائض. ومعروف قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. يكفي. قالوا: يا محمد، أنا صليت المكتوبات 5 فرائض فقط، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا أصلي النوافل لا قبل الصلاة ولا بعدها.
فقد أصلي المكتوبات بمعنى المفروضات، وصمت رمضان أصوم 30 يوما أو 29 يوما وهو المفروض علي، ولا أصوم النوافل ولا أتطوع، وأحل الحلال فآتيه وأستمتع به، وأحرم الحرام فأجتنبه ولا آتيه، أدخل الجنة؟ قال نعم، يكفي هذا يدخلك الجنة. فالمؤمن مطلوب منه أن يأتي بالفرائض، وهي الصلوات الخمس، صيام شهر في السنة، الحج، إيتاء الزكاة إذا بلغ النصاب في إخراج الزكاة من ماله. هذه المكتوبات، إذا أتى بهذه المكتوبات فهو من أهل الجنة إن شاء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأصحابي. ولكن لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الدين رغب في النوافل، أن تصلي النوافل وجعلها من مكملات الفرائض، لأنك في الفرائض قد لا تكون حاضرا عند أدائها فتنقص من درجاتك، ولكن عندما تتقرب بالنوافل فذلك مما يكمل أعمالك ويكون لك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الإطار كانت صلاة التراويح، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكنه لم يصليها جماعة. وعندما طلبوه أن يصليها جماعة قال: خشيت أن تفرض عليكم، لأن الوحي كان يتنزل، فاحتمال أن تكون هذه الصلوات فريضة ويكون في ذلك مشقة على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتيسير الدين وليس بتعسيره. يريد الله بكم اليسر، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بكم العسر. فما أراد النبي أن يجمعهم حتى لا تفرض عليهم، أو حتى لا يظنوا أنها واجبة عليهم يؤدونها كما كانوا يؤدونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركهم أن يؤديها كل واحد في منزله، فكانوا يؤدونها فراد. فلما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى وجاء أبو بكر، الأمر مضى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما مضى أبو بكر إلى ما مضى إليه رسول الله وانتقل إلى ربه، وجاء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى الناس يؤدونها فرادا، فأراد أن يجمعهم عليها، لأن العلة التي من أجلها عزف رسول الله عن جمعهم فيها قد ولت ليست موجودة، وهي نزول الوحي. فالوحي انقطع بوفاة رسول الله، ورسول الله قد ذهب إلى ربه فلا وحي بعده. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم على صلاة التراويح، فجمعهم فيها وقال: نعمة البدعة، يعني بدعة حسنة جميلة، وهي على أصل من أصول الإسلام، على أصل الجماعة، فجمعهم عليه. وهكذا درج المسلمون أن يسيروا إلى ما سار عليه عمر رضي الله عنه، وأخذوا يصلون صلاة التراويح جماعة في مساجدهم في ليالي رمضان. وبهذه الصلوات تضج المدن وتتميز الأحياء وتسهر القلوب داعية ربها، مبتهلة راكعة ساجدة تتقرب إليه بالنوافل حتى يعمها برحمته ويبسط عليها غفرانه سبحانه وتعالى. مدينة كرن وسائر المدن الإريترية أيضا تسير على هذا النحو. وقد اختلف العلماء
على عدد ركعات صلاة التراويح. نعم. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 11 ركعة مع الشفع والوتر، وعلينا أن نلتزم هذا العدد. ويطيلون قراءة القرآن في الركعات لأنهم سيصلون 11 ركعة مع الشفع والوتر. وآخرون من العلماء قالوا صلاة الليل مثنى ومثنى، لا حصر له، مثنى ومثنى، ركعتين ركعتين ركعتين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا في الليل وترا ثم نوتر، وهؤلاء يصلونها 20 ركعة مع الشفع والوتر 23 ركعة. كرن والمدن الإريترية تسير على هذا النحو، تصلي 23 ركعة، ولكنهم يصلونها بقصر السور، ويسلمون بعد كل ركعتين، وعند القيام يقولون صلاة التراويح أثابكم الله. بعد كل ركعتين المقيم يقول صلاة التراويح أثابكم الله، فيقومون ويصلون ركعتين ويقولون سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا لهم تراتيل إلى أن يتموا صلاة التراويح 23 ركعة. عند الوتر صلاة الشفع والوتر تلحظ شيئا ما، وهو هل الوتر والشفع وصل أم فصل؟ فعند المالكية الشفع يفصل عن الوتر، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم بركعة ثالثة. عند الأحناف يصلون الشفع بالوتر فيصلون 3 دون تسليم، سيصلون 3 كصلاة المغرب، إلا أنهم لا يجلسون في الركعتين كما يفعلون في المغرب، وإنما يقومون فيصلون 3 ثم يسلمون. وكان الأحناف عند صلاة الوتر لأن الإمام مالكي كانوا ينسحبون لا يصلون معه الشفع والوتر، لأن المالكية يسلمون في الشفع ثم بعد ذلك يقومون في الوتر، وهم الأحناف خلاف ذلك، فيريدون أن يصلوا على ما عرفوه في الفقه الحنفي. كان ذلك في أسمرة، وكان ذلك أيضا في كرن، ثم بعد ذلك وأهلنا الجبرتة كانوا هم الأحناف في مدينة كرن، وسائر المدن وسائر السكان في غالبهم مالكيون. فعند ذلك أصدر فتوى مفتي الديار الإريترية بأن المأموم عليه أن يتابع الإمام أيا كان مذهبه، مالكيا شافعيا حنبليا حنفيا، ويفعل كما يفعل الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهكذا تؤدى صلاة التراويح في مدينة كرن. مدينة كرن من قبل كانت ختمية مرغنية، وإن تبدلت الأحوال الآن، والمراغنة فيها هم السادة، والخلفاء فيهم هم أصحاب الصدارة والوجاهة والجلوس في المقام الأول من المجتمعات والاجتماعات الإنسانية في كرن. فعند التراويح بعد صلاة التراويح والوتر لابد أن تكون الصلاة النبوية على الطريقة المرغنية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والسلام عليه، وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. والرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله أمرنا أن نصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه واجبة، يجب من سمع اسمه أن يصلي
عليها، الله عليه. أن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن ذلك من الدين سأل صحابة رسول الله صلى الله قالوا عليه. له: علمتنا التحيات فعلمنا كيف نصلي عليك. وعند الحنابلة الصلاة على النبي في التحيات في الركعة الأخيرة واجبة بعد التحيات، فعلمهم رسول الله وقال لهم الصلاة الإبراهيمية المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهكذا هذه الصلاة الإبراهيمية وقد وردت بصيغ عديدة هي التي كان الصحابة والسلف رضوان الله عليهم يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل ولكن وسلم الطرق وبارك عليه. الصوفية جاءت بصلوات من عندها، فأصبح للتجانية صلاة، وأصبح للمرغنية صلاة، وربما لغيرهم صلاة أخرى. فالتجانية مثلا يقولون: الفاتح لما أغلق والفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، ويصلون على النبي بهذه الصيغة. وهذه الصيغة إذا نظرت إليها في معانيها صحيحة، ولكن هل هي التي قالها رسول الله؟ هل هي التي علمها رسول الله لأصحابه؟ كلا، فرسول الله علمهم الصلاة الإبراهيمية. المراغنة يصلون أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك، وعندهم صلاة من هذا النوع يقولونها. فلأن كرا هي ختمية في ماضيها، وكان للمراغنة فيها سلطان ونفوذ للطريقة المرغنية، لابد أن تنتهي صلاة التراويح بالصلاة على النبي صلى الله على عليه وسلم. الطريقة الختمية، والخليفة إذا كان موجودا هو من يختم هذه الصلاة. وهكذا الناس بعد هذه التراويح يرجعون إلى بيوتهم من الجامع ليستقبلوا السحور لليوم طيب التالي. دكتور نحن وهذا إذا كان ذلك إذا لم يكن حظر تجول. أما إذا كان حظر تجول، ما يسمى بالكوبرو فوكو، حظر التجول لأسباب أمنية فرضته الحكومة الاستعمارية، فالناس لا يصلون التراويح إلا في بيوتهم، كل أب مع أبنائه أو كل فرد مع نفسه. جزيت خيرا البروفيسور جلال الدين محمد صالح. سعدنا بلقائك، وسنتوقف هنا. أكملنا صلاة التراويح وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بكل بطريقته، وجزيت خيرا بروف. وإن شاء الله سنفتح معك في الحلقة المقبلة بحوله تعالى شيئا مما يربطنا بالقرآن الكريم وبالصيام، وكذلك برضو يعني نتفقه في أمور أنت تراها ذات أهمية، لأنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وشهر القرآن وشهر رمضان هو شهر التفقه وشهر التعلم والتزود لما فيه خير الحسنيين. أنا سعدت بلقائك بروفيسور جلال، ولا أشك مشاهدي الكرام متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة أنكم استفدتم وسحتم في هذه السياحة الرمضانية القرآنية الإيمانية الإسلامية. ونختم بما نبدأ به الحديث. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ألتقيكم أنا أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة في الحلقة المقبلة مع فضيلة الدكتور البروفيسور العلامة جلال الدين محمد صالح، ونفعنا الله بك وبإيمانك وبقرآنك وعلمك، وأسأل الله أن يجمعنا وإياك في عليين إن شاء الله، وأن يجمع المشاهدين معنا في رحابه الكريم. كنتم مع هذه الحلقة، ولا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.